جوجل كروم تقيل على الاجهزه القويه، ما بالك بقى الاجهزه الضعيفه. والفتره دي انت عارف، انا عارف ان انت عايز تحافظ على موبايلك عشان الموبايلات غاليه. فالمتصفح بتاع النهارده عن تجربه خفيف جدا، بيشتغل على سرعه نت ضعيفه، ودي اهم حاجه بالنسبه لشخص عايش في مصر عموما يعني. مش يوسف مين؟ فيوسي براوزر هو حل كويس جدا لو انت موبايلك ضعيف. خفيف قوي، جربته على اجهزه تقيله واجهزه ضعيفه وهو شغال بكفاءه عاليه وخفيف قوي. وكمان هو المتصفح الوحيد عندي على الموبايل اللي بيشتغل لما تكون سرعه النت ضعيفه قوي، بيفتح كل المواقع عادي مفيش فيه مشكله. هو المتصفح اهو قدامك، هو خفيف يعني، اكيد عدى عليك قبل كده. في ورق التصفح المخفي، في بقى عندك نايت مود. بص مقارنه، لو ضغطنا مثلا نفتح اي حاجه انستجرام يوتيوب مقارنه بجوجل كروم، هتلاقيه بيفتح هنا اسرع ان هو خفيف قوي ومجمع بقى اشهر المواقع في مكان كده لوحده. كمان في ميزه روشه قوي ان انت تقدر تغير محرك البحث من جوه تطبيق بحركه بسيطه، سواء تخلي بينج او دك جو. فلو جوجل كروم بيضايقك في الاستخدام، فيوسي براوزر هو بديل كويس. ده كان الفيديو النهارده، اشوفك الفيديو الجاي.